أحلى حاجة في الشتا القرنبيط مع حبة سلطة وبصل أخضر وكمان اللفت المخلل بيبقى بصراحة أكلة معتبرة. تعالوا بينا نشوف الطريقة وإزاي يكون مقرمش من بره، والطريقة دي أنا واثقة إنك هتعتمديها بعد ما تشوفي الوصفة بالظبط. يلا بينا نشوف الجمال والحلاوة دي. أول حاجة هتعمليها بتختاري قرنبيطة كده بتكون طازة حلوة كده جميلة، وتكون مش دبلانة، وتبتدي إنك تشوفي لو فيها أي حاجة بالسود ده بتشيليها وبتقطعيها، يعني الزهرة نفسها تقطعيها صغيرة، ما تكونش كبيرة، لأن ما بتكون صغيرة بتقرمش بتبقى حلوة. هتجيبي بقى مية مغلية على النار في حلة طبعا، وتحطي عليها معلقة صغيرة من الكمون وحبة ملح عشان الزهرة نفسها هتبقى مملحة شوية. كويس كده، وتعمليهم نص سلقة، ما تسلقهمش سلقة يعني جامدة. انا عايزاها تبقى ماسكة نفسها كده زي ما انتوا شايفين، مش مهرية. لو مهرية مش هتعرفي تحمريها. وبعد كده بتصفيها بعد ما خلاص دخلت في السوا، وعلى التلاجة عدل. اهم حاجة في الخلطة دي عشان تقرمش معاكي، الخلطة تكون ساقعة وكمان القرنبيطة تكون ساقعة. حطيت القرنبيط في التلاجة، دلوقتي بقى هنعمل الجزء بقى اللي احنا هنغمس فيه زهرة القرنبيط. وهي عبارة عن بيضتين، طبعا انا بعمل على قد كمية بتاعتي انا هقولك الطريقة وانتي زودي. انا حطيت بيضتين وضربتهم كويس، وجبت طماطمايه بصراحة بتديها لون وطعم. بتبشريها مش بتعصريها، بتبشريها كده بس كده. وبعد كده بقى بتجيبي اي خضرة عندك شبت، عندك بقدونس، كزبرة. انا جبت يعني نص حزمة من البقدونس ونص حزمة من الشبت. بصراحة الشبت ليه اوقات كده بيبقى فيه طعم حلو قوي. كويس كده. انا خدت الجزء بتاع العيدان اللي فوق دي، قلت هحطها فوق بعد ما احمره. ما بحبش احطه لان ملوش لازمه اساسا في الخلطه اللي انا عملتها. انا باخد الجزء التحتاني، وبعد كده قطعته قطع صغيرة وابتديت ان انا اخلطه مع الخليط بتاعي. وبعد كده جبت معلقة كبيرة من الثوم المفروم، وحطيت معلقة صغيرة من الملح، وحطيت كمون وكزبرة وفلفل اسمر. وكمان مش هننسى هنحط حوالي نص معلقة من الكربوناتو او البيكنج باودر اللي موجود عندك، بيديها بصراحة هشاشة وبتنتفخ. عملت الخلطة دي كويس جدا جدا زي ما انتوا شايفين. بصوا لسه بقى هنزود بعد الخلطة دي الدقيق. هنحط حوالي معلقتين من الدقيق كده عشان نلف القوام، ما تخلوهوش ان هو يكون سايل، احنا عايزينه يكون تقيل عشان الكفر نفسه يمسك على القرنبيط. بصوا المنظر. طبعا هتعملي الطريقة كده، دي الجزء التاني بعد ما دخلنا القرنبيط. دخليه معاه كمان. هتدخلي الخلطة دي في التلاجة، لازم تكون ساقعة جدا، هي والقرنبيط، ما يتعملش سخن ابدا. قبل بقى لما يسقع هعمل بقى الكفرنج، بيكون عبارة عن 3 4 معالق من الدقيق، وزي ما قلت لك على حسب الكمية اللي انتي عاملاها. وبتحطي كمان معلقة كبيرة من النشا او معلقتين. كويس كده. وبعد كده بقى بتبهري، بتحطي برضو نفس الطريقة، كمون وكزبرة وفلفل أسمر. عايزة تحطي كركم، عايزة تحطي كاري، عايزة تحطي بابريكا، هنحط توم باودر. كل الحاجات دي بتحطيها. عايزة تحطي شطة تديها يعني عارفة طعم كده، الشطة نفسها ده توم باودر على فكرة. وبتحطي البهارات بقى بتاعتك في الآخر دي بقى. كويس. وبعد كده بقى بعد ما سقع بتخرجيها زي ما انتوا شايفين على طول، بيكون الزيت بيسخن. او على طول انت بتعملي الكفر بتحطيه في السائل زي ما انتوا شايفين. لو حسيتي انه خفيف ممكن تتقليه شوية. وبعد كده بقى ممكن عايزة تقليه كده من غير ما تحطيه في الدقيق ماشي، بس الطريقة دي بتبقى عاملة زي البانيه كده حلوة قوي. بتروحي بقى مغمساه في خلطة الدقيق، ومنها على الزيت دايركت على طول. بصوا انا باخد وبقلي الناحية التانية. انا بس حبيت اوريكم الطريقة دي، لكن انا على البوتاجاز دلوقتي انا حاطة الطاسة عشان هقلي عليها. وبتخلصي بقى الكمية تخلصي وعلى طول على الطاسة. جربوا الطريقة دي بجد بجد تحفة وجميلة. أنا كنت بعملها لغاية السائل بس، لكن اللي هي السائل اللي هو البيض. لكن بعد كده لما عملته في الدقيق بصراحة كان مديله كده نفخان، وكان عامل زي كنتاكي كده لما بتيجي تعمليه كده بكفرنج كده. بصوا بقى طلع المنظر عامل ازاي، والحلاوة والجمال. والجزء العيدان اللي كانت فوق مرمتهاش قطعتها وحطيتها على الوش. وبس كده، وكلي احلى قرنبيط
أهم حاجة اوعي تنسي البصل الأخضر، بصراحة بيبقى حلو قوي في الأكلة دي. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في لايك وشير للقناة عشان أوصلك كل جديد. باي باي.